المغرب ملوك الكرة للآخر يا جماعة، المغرب ملوك الكرة يا جماعة. هدفان بوشكاش ب5 أيام، نهائي كأس العرب وافتتاحية كأس أفريقيا. طلع قدامك نهائي كأس العرب بوشكاش حاله، وهيدا افتتاح كأس أفريقيا بوشكاش حاله. يا جماعة شو هاللعيبة اللي عندهم، ما شاء الله. عم قول ما شاء الله، بخرولهم يا أخي. شو هيدا هلا بافتتاح 16 هجمة، ضغط فوق 80%. يا جماعة ما بيتهدوا ما شاء الله. اللهم زد وبارك، اللهم زد وبارك. منتخب مغربي يا جماعة أفضل منتخب عربي عبر التاريخ. لا تناقشني، لا تناقشني. هيدا المنتخب من أول ما وصل لنص نهائي كأس العالم أصبح منتخب مرعب. خلاص الجيل اللي طلع بالمنتخب المغربي لا ممكن مقارنته بجيل آخر. منتخب ثالث أخذ بطولة كأس عالم، منتخب أول نص نهائي كأس عالم، راحوا نهائي الأولمبياد، أخذوا كأس عالم. شو بدك أكتر من هيك يا أخي؟ شو بدك أكتر من هيك يا أخي؟ هيدي البطولة بترشح المغرب، بالمغرب بأرض المغرب. في عندك كمان منتخبات قوية كتير، في عندك كمان الجزائر، تونس، عندك كمان أيضا هن الجزائر وتونس هن المنافسين الأول للمغرب. بس المغرب يا جماعة شو هي؟ والله يا جماعة عم تابع شيء أكتر من مرعب، منه ولا كأنه. خلاص يا جماعة، ميال أهل المغرب بالمغرب ما شاء الله، مرتين وثالثة ما شاء الله ما شاء الله. بوشكاشان بأسبوع واحد، هيدي التاريخ من صغيرة. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على ده هدف، يا نهار ابيض. شوفوا هدف المغرب اليوم امام جزر القمر يا ابطال، هدف الكعبي، هدف اسطوري. انت بتشوف الكور دي دايما لما بتتلعب من الجنب بيكون اللاعب منتظر الكوره وبيهيئ نفسه ليها وبيرتقي لها ويطلع لها، لكن اللاعب هنا كان بيجري متحرك، ما هو ثابت ومنتظر الكوره، لا ده متحرك. صعبه جدا. اشوف ان ده هيكون افضل هدف في البطوله. يا لطيف يا بونو، يا ناس يا ناس، شوف التصدي، شوف يا لطيف يا لطيف. خليك من التصدي. تدري ان المباراة دي تاريخية لياسين بونو وكسر فيها رقم جديد. هذه المباراة السابعة اللي ما دخل ولا هدف على ياسين بونو في بطولة الأمم الأفريقية، رقم تاريخي. تو كاسر رقم حارس والله ما أدري وش اسمه. مبروكين المغرب، مبروكين حبايبنا ديما بونو. والله العظيم إني أتمنى، استغفر الله، بس يا أخي تكفوا، رجعوا بسرعة، تكفون. 30 فوز لمنتخب المغرب في بطولة أفريقيا يا ناس، ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن المغرب والمغربيين يشربون كورة. مبروكين مبروكين، تستاهلون والله. ابراهيم دياز مكسب لكل مغربي ومكسب للمنتخب المغربي، سواء على مستوى الاداء الفني، سواء على مستوى انتماءه لبلده وابناء بلده. تقول ايش دخل ابو داحم الانتماء؟ اكيد انه اي لاعب راح ينتمي لبلده. انا بعلمك القصه الان. طبعا دياز يا جماعه اخذ افضل لاعب في المباراه الافتتاحيه في كاس افريقيا، افضل لاعب في المباراه قدام جزر القمر، وهو اللي مسجل الهدف الاول. طيب وش سالفه ابراهيم دياز؟ يا جماعه كلنا عارفين انه اي لاعب من اللاعبين العرب اللي نشأ برا او مثلا لعب كوره كثير برا، تجي له عروض من الدول اللي هو يلعب فيها انه يمثل منتخباتها. مثلا لاعب عربي يلعب في مثلا في الدوري الانجليزي، يجي له عرض انه يصير مع المنتخب الانجليزي اذا كان مبدع، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي، ايا كان، في الدوري الفرنسي، ايا كان. الا ابراهيم دياز، ابراهيم دياز عزيزي المشاهد جاته لين عنده، قالوا له تعال تفضل العب معنا في المنتخب الاسباني وعيش معنا كاسباني وخلاص امورك زينه والحياه حلوه. اللاعب رفض، قال له انا اعبى اعبى الا ان امثل منتخب بلادي المنتخب المغربي. وشوفوا لعب مع المنتخب المغربي. طبعا الكلام هذا حقيقه يا جماعه لانه اصدرته صحيفه الماركا الاسبانيه في عام 2024 انه اللاعب جايته دعوه او تم استدعاء المنتخب الاسباني، واللاعب رفض. واليوم احنا قاعدين نشوف اللاعب قاعد يقدم اداء خرافي مع المنتخب المغربي في كاس افريقيا، وراح يلعب معهم في كاس العالم باذن الله. فاكتبوا لي رايكم في الكومنت يا حلوين، لو انكم مكان اللاعب ايش القرار اللي راح تتخذه؟ لا تنسونا من اضافه واللايك، وكومنت جميل ايش بالكم. حياكم الله عندي بالاصفر اللي تلقونه في البايو، اضافه ولايك، حب كبير، سلام عليكم. يا جماعه علاش يخاف المغربي وحارسهم بونو؟ علاش يخافوا؟ والله العظيم علاش يخاف؟ ياسين بونو تصدى لكرة التعادل اللي كانت ممكن تخلي المباراة شوي أصعب، لأنه شفنا حنا منتخب جزر القمر يلعبون على التقفيل، يعني إقفال المناطق الخلفية واللعب على المرتدات.
لو كان تسجل هذا الهدف لأصبح وضع المنتخب المغربي شوي صعب، لأن شفنا أن المنتخب المغربي عنده صعوبة أيضا في تسجيل الأهداف. ولكن الحارس التاريخي ياسين بونو كان له بصمة في المباراة ومنع الهدف. ومعلومة على السريع عزيز المشاهد، هل تعلم أنه ياسين بونو اليوم مع الكلين شيت اللي طلع فيه من المباراة أصبح أكثر حارس مغربي في بطولة كأس أفريقيا يحقق كلين شيت. أحمد الله وأشكره أنه حارسنا في الهلال. الحمد لله يا رب. وفي الختام عندي سؤال للإخوان المغاربة، هل ياسين بونو هو أفضل حارس في تاريخ المنتخب المغربي، أو في حارس ثاني أنتم تتناقشون فيه في المغرب أنه هذاك أفضل والله من بونو؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنت، لا تنسون من الإضافة واللايك الجميل اللي تشبه لكم. حياكم الله عندي بالأصفر، اللي تلقون في البايو. السلام عليكم. مساء الخير، السلام عليكم. لا حيتحمس اللي ببالكم ما راح يصير، ما راح يصير. والله ويو على خفيف. أبارك الجمهور المغرب بفوزهم بمباراة الافتتاحية ببطولة كأس أفريقيا، وأبارك لهم أيضا بافتتاحية هذا الملعب التاريخي واللي هو ملعب الملك عبد الله في المغرب. بالنسبة لي صقر، وهذا رأيي الشخصي، هذا الملعب بالراحة يدخل من ضمن توب أفضل 10 ملاعب في العالم. ملعب يتسع ل 65,000 متفرج بنوه في 15 شهر فقط يا أخوان. حتى سرعة الإنجاز تاريخية. خذها قاعدة، 90% أو 80% من جمالية الملعب تكون على ألوان المدرج نفسها، والصورة قدامك تتحدث. شوف لون المدرجات كيف فارق في الملعب، بالإضافة للشاشة المحيطة على كامل الملعب الموجودة في سقف الملعب. حتى تصميم الخارجي الملعب ممتاز وجميل جدا، ويذكرنا نوعا ما بتصميم ملعب لوسيل في قطر. ترى قلت نوعا ما قلت نسخ لصق. منتخب المغرب ورب البيت منتخب جاهز انه ينافس على كاس العالم، مو بس البطولة الافريقية. منتخب متكامل فنيا، لا من الخطوط الخلفية، لا من النص، لا من الخط الامامي. فريق يملك المهارات الفردية، تالله عندهم قدرة على ان ينافسون في كاس العالم بالراحة، ولا يحتاجون الى تعب ولا الى كلل ولا الى ملل. منتخب جديا جديا تاريخي، منتخب عنده القدرة ينافس على اي بطولة. مبروك، ألف اليوم مبروك الأسود الأطلس. ألف مبروك لنا، زي ما قلت لكم المقطع السابق ما راح أقول مبروك للمغرب، مبروك لنا. أنا أشجع المغرب، ألف مبروك. صح أن المستوى الشوط الأول كان مش ولا بد، بسبب إيش؟ بسبب التكتل الدفاعي. المنتخب جزر القمر متكتلين دفاعيا، تعبنا معهم الشوط الأول الصدق. لكن الشوط الثاني كذا بكم حل، تك 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 تك، إبراهيم دياز الهدف الأول. الحكاية مو بهنا، الحكاية مو بهنا والله. الحكاية تدرون وين؟ شوف، من المجنون هذا ايش سجلت؟ ايش الهدف اللي سجلته؟ يا ساتر يا ايوب الكعبي، 32 سنة والباكورد واللفة كذا يا ساتر، ما شاء الله تبارك الرحمن. تاريخي، هدف تاريخي ايوب الكعبي، والله هدف تاريخي. ايوب الكعبي لاعب نادي اولمبياكوس اليوناني، على فكرة مش بس مع المنتخب المغربي مبدع، حتى مع ناديه مسجل قبل شهر تقريبا ضد ريال مدريد، بدع ضد ريال مدريد، فاز مدريد 4-3 اتوقع، كان مبدع فيها المباراة هذيك. أيوب الكعبي أسطوري، أيوب الكعبي أسطوري. بعدين أصلا شوفوا وجهه، شوفوا الوجه كيف، عرفتوا الوجه اللي فيه قبول كذا من الله سبحانه وتعالى. هذا أيوب الكعبي، سبحان من زرع فيه القبول، سبحان الله. محبوب أيوب الكعبي، محبوب عندي وعند الجماهير المغربية. أيوب الكعبي صحيح ما شفنا واجد اليوم، لكن تأكد شفناه بكرة واحدة وشالها، كرة خطيرة كذا شالها والله، مش تطبيل إنه لاعب، لا والله شالها. وتأكد ان اي خطوره للمنتخب، اي منتخب قدامه في البطوله هذه، ما راح اقول جزر القمر، اي منتخب يقابل بونو صدقني بيغث بونو، بيشبله بونو هنا. صمام الامان الاسطوري، افضل حارس عربي في التاريخ، ياسين بونو. شكرا ياسين. ألف مبروك الفوز المنتخب المغرب وهاردك منتخب جزر القمر. مباراة الصراحة كانت صعبة، وأنا توقعت جزر القمر يكون منتخب صعب وممكن يكون حصان أسود في هذه البطولة. المنتخب المغربي قدم شوط أول سيء جدا، الشوط الثاني رجع مستوى المنتخب المغربي، مو بالمستوى الكامل لكن رجع جزء من المستوى، سجل هدفين وأخذ المهم اللي هي 3 نقاط، والمستوى راح يتطور أكثر وأكثر ما في البطولة أكيد. أهم مكتسب في هذه المباراة إنه المنتخب المغربي رسميا صار تصنيفه العاشر وتخطى كرواتيا، دخل التوب 10 المنتخب المغربي كمنتخب عربي، هذا شيء حلو وجميل، فمبروك للمنتخب المغربي وأهل المغرب. والبطولة باقي راح تمتعنا أكثر إن شاء الله.
طبعا يا اخوان الكل عارف انه كأس افريقيا بدت وصارت القرعة وكل المنتخبات بتباري بعضها تحقيقا لهذه البطولة، والصورة هذه كانت افتتاحية اليوم مباراة المغرب وجزر القمر، وكلهم يستاهلون الافتتاحية الجميلة هذه. وتحياتي لكل المنتخبات المسلمة العربية وعلى عيني وراسي، لكن من هذا المنبر من بداية البطولة راح أعلن دعمي الكامل للمنتخب الجزائري. طبعا بعد حبي للجزائر أكيد عشان رياض محرز، أهلاوي أنا. رياض محرز الجوت، فخر العرب، يستاهل كل حاجة، مع احترامي وتقديري لكل المنتخبات وفالهم كلهم التوفيق. بس أنا الصراحة أعلن تحيزي مع منتخب الجزائر الموسم أو في البطولة هذه، بحكم إنه لاعب فريقي وفخر العرب وابن الصحراء رياض محرز اللي من بلد المليون شهيد يلعب مع منتخب الجزائر. أنا واقف معاهم وفي صفهم إلى أن تنتهي البطولة، وفال التوفيق لكل المنتخبات زي ما قلت. انصاف البونو حارس المغرب بالرسمي التصدي ذي يلعب دور كبير في الفوز اليوم. راجل ورسميا سفيان رحيم يطيح حلم المغاربة. يا كبسة وراك يا خويا ضيعوا حلم المغاربة كيف ضيع البلنتي يا خويا. ها البارتي وكسبناها، وانتي من وقتها تعرفوا رحيمي، عندكم في السعودية تعرفوا كان الدوسري تعبدوه يا خويا. وش دخلك في المغرب ورحيمي يا خويا؟ ما شفتوا انتي تصور كان لعبة السعودية ضد الفريق الاول المغرب يا خويا، ما غير ما نحكي لك وش كان يصير. والله هارت لك جزر القمر، خرجت نيل في الشوط الاول مع الفريق الاول المغرب، ولكن في النهايه مع الاسود عمرك محدود. اوكي ويلا توا روح لنرسل لك هذوما بس بروح امك بتفكرني في ركعات صلاه المغرب. صارت شفع على الاقل خير من المغرب، غيرك كان لعب ضد الفريق الاول راهو يتفكر في التراويح توا. بربي رساله صغيره للاخت المغربيه اللي عايرتني بالملاعب التونسيه بعد ما انا انتقدت اغنيه الكوب دافريكا. شوف اختي نحب نفكرك انا شنيا حكيت على الملاعب المغربيه وعلى الاجواء. هذا مش ملعب البايرن، هذا ملعب عندكم في الرباط يا خويا ما شاء الله. صراحه الترحيب والاحتفالات حاجه واو. شوفوا هوني شوف الجمهور. واسمع زيد شنو قلت على الافتتاح. هادي المغرب شوفوا افتتاح كاس افريقيا في المغرب. بقى سبحان الله الاغنيه ما عجبتنيش انتقدتها الحقيقه. On va commencer le show. on va commencer le show. لا حتى متاع قطر زاد ما عجبتنيش. زماني مكاني تحس متاع صغار يا اختي، فلذلك انتقدتها. وبالعكس نحن بالرسمي فخورين بالمغرب وكيف تطورت والملاعب والبنية التحتية، مش حاسدينكم بالعكس نحن ماخذينكم اكزامبل. نقولوا علاش ليه نحن في تونس نتطور ونولي بكيفكم. تجي انت تعايرني يا اختي، لا بالعكس. ان شاء الله ربي يهديك وان شاء الله الميساج وصل. شو اللي عملته المغرب يا جماعة؟ المغرب دمرت منتخب جزر القمر بافتتاحية افريقيا. المغرب دمرت جزر القمر بافتتاحية افريقيا. يخرب بيت ام الجنون يا رجل، شو هالرعب يا مغرب، شو هالرعب يا رجل. جهزوا الكأس وعطونا المغرب، جهزوا الكأس وعطونا المغرب على ارضهم وبين جمهورهم. مرعبين 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 مرعبين. يخرب بيت ام الرعب يا رجل، يخرب بيت ام الرعب يا مغرب. بالتشكيل الأساسية المغرب قادم ليحقق افريقيا. أنا مش عارف شو قصة المغرب مع الأهداف الخرافية مقصية بتخوف، وبجوز يكون هدف البطولة من أيوب الكعبي. فوز جدا مهم للمغرب في افتتاح البطولة، وملعب صراحة جدا مميز وجدا جميل، وإن شاء الله تكون بطولة جدا رائعة بالمغرب. ولكن بتمنى أن الحضور الجماهيري يكون أكثر بكثير، لأنه الجماهير المغربية عودتنا أنه الملاعب دائما فول. يا اخوان اللاعب هذا قسما بالله العظيم معجبني من 4 سنوات 3 سنوات، من كان يدخل بديل مع ريال مدريد ويلعب 20 دقيقة أو 7 دقائق أو ربع ساعة.
يا اخوان لاعب متكامل، والله العظيم لاعب متكامل، بس في عيب بسيط اللي هو الأنانية في بعض اللمسات أو بعض الباصات. يا أخوان اللاعب هذا ما يصلح يكون دكة في ريال مدريد. هذا لو مع نادي ثاني يلعب أساسي وراح يكون الأول، التوب 1 بأي فريق يلعب فيه غير ريال مدريد. لأن ريال مدريد فل مواهب ما يقدرون يسيطرون على الوضع، والله العظيم ما يقدرون يسيطرون. إبراهيم دياز هذا لاعب خارق، لاعب عظيم، والله العظيم لاعب عظيم، عمره 26 سنة يا أخي. لازم من عمره 20 يلعب فريق بأكبر فرق العالم، من عمره 20 الآن 26 يا أخي. حرام مختفي كل هالوقت دكة في ريال مدريد. ريال مدريد معليش نادي كبير، نادي عظيم، نادي بطولات، نادي مواهب، نادي الأساطير، بس يا أخوان مثل إبراهيم دياز لازم يكون له تاريخ وله بصمة على الموهبة اللي يمتلكها هو، والله العظيم. فأنا أراهن أمام الجميع إذا ما حقق أفضل لاعب في البطولة أنا لا أفهم في عالم كرة القدم. السلام عليكم. المغرب جزر القمر، ليلة كروية كبيرة برشا، وبديناها بالافتتاح الراقي والجميل، استمتعنا وكمل أيوب الكعبي، زاد في المتعة وزاد في الإثارة وزاد في التشويق متاع البطولة بازدواجية بهدف تاريخي. زين الصورة متاع الافتتاح، والكعبي يقول لك هذا هدف البطولة منذ اليوم الأول، ونتحداك جيب لي هدف أجمل منه. على كل يا الكعبي أنت عليت البار الفوق، لكن ممكن نشوفوا هدف أجمل، ونتمنوا أنه نشوفوا أهداف أجمل في البطولة. نحب نقول برافو لجزر القمر، المنتخب هذا اللي قبل المباراة أي شخص تسأله يقول لك المغرب باش تفوز بالخمسة بالستة اليوم في طريق مفتوح، لكن في افريقيا وفي المباريات المجمعة وفي البطولات الكبيرة هذه نقول لك اي منتخب اليوم متطور، اي منتخب قادر يوصل. وشفنا اليوم في المباراة، شفنا في شوط اول المغرب ما نجمتش تسجل وضيعت بينالتي، الشوط الثاني سجلوا 2-0. مباراة كانت صعبة، الراقراقي يقول لك 3 نقاط هذا المهم، واستناني في بقية أطوار البطولة وقت اللي ندخلوا في المعمعة الصحيحة في البطولة. رسالة مهمة لكل المنتخبات المشاركة اليوم، تحب توصل، تحب تنجح، ما تحتقر حتى منتخب، وكل منتخب ألعب له بقوة، لأنه اللي يدخل البطولة رابح ومفكر نفسه رابح ممكن تعاقبوا الكرة وتجيبوا برا البطولة. اللعيب اللي قلب باكورد اللي كان بيجري قام ببص فوق لقى الكرة في الهواء قام لف جسمه وهو بيجري وطرف الهواء قلب باكورد. ده ايوب الكعبي عنده 32 سنة. لو لعيب عندنا في المنتخب او عندنا في مصر عامة، محمد شريف، اي حد، اي مهاجم عامة، لو عمل الحركة دي اقسم بالله ممكن يجيله مزق من قبل حتى ما يطير. يعني مجرد بس ما لف جسمه اللفة اللي هو لفها دي هيجيله مزق واصابة 6 شهور. يا اخي اللي يتفرج على المغرب الشوط الاول ما يقولش خالص ان المغرب ممكن يعمل كل ده الشوط الثاني. يعني الشوط الاول مضيعين ضربة جزاء والمدافع بتاعهم الاساسي اتصاب، فعارف انت المعنويات خلاص بقت في الارض خلاص. بس يا اخي سبحان الله وبسم الله ما شاء الله على المغرب، تحول مش طبيعي من اول الشوط الثاني يا جدعان. تحس ان اللعيبه بقت مختلفه. الشخصيه يا جدعان هي دي اللي اسمها شخصيه. بتضيع ضربه جزاء مهمه جدا في الماتش، معنوياتك قلت. الشوط الاول انت مش عارف تعمل المطلوب منك، شوط ثاني ماتش مختلف 180 درجه. سيطره على الكوره، سيطره على الماتش كله، سيطره على كل حته في اجزاء الملعب حرفيا. يا رب بس منتخب مصر يكون جزء من شخصيه المغرب، لان منتخب مصر مش قليل. أي نتيجة غير الفوز بالبطولة فهو فشل بالنسبة لنا. هذا تصريح مدرب المغرب بعد هذا التصريح المرعب. كيف المنتخبات الإفريقية راح تنافس بشكل طبيعي من دون ما يخافوا من المغرب؟ فبأول مباراة ببطولة كأس إفريقيا المغرب ضد جزر القمر، كثير ناس صارت تتصيد وتقلل من المنتخب المغربي تحديدا بالشوط الأول، ولكن الرد كان مباشرة بالشوط الثاني. المنتخب المغربي فعليا اكتسح جزر القمر، سيطر بالطول بالعرض، فرص وهجوم وخطورة لا تتوقف فعليا. وفعلا المغرب بتسجل الهدف الأول ببداية الشوط الثاني تقريبا عن طريق إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد اللي ايضا فاز برجل المباراة. واحقاقا للحق جزر القمر تحولاتها كانت كثير خطيرة في هذه المباراة، ولكن بونو انقذ المغرب من التعادل بتصدي عالمي. ضغط وخطورة المغرب لم تتوقف، فشاهدنا الهدف الثاني للمغرب بواحد من اجمل اهداف هذا الموسم، وممكن يكون اجمل هدف بالبطولة مع انه احنا لسه بالبداية. المهاجم الرائع ايوب الكعبي بعد 9 دقائق فقط من نزوله من الدكة، وما بعرف اصلا ليش هذا اللاعب بالدكة بيسجل هدف تاريخي عن طريق الدبل كيك. ورغم كل هذا انا
خايف من عاطفة وليد الركراكي انها تدمر احلام المغاربي. فرغم قوة المنتخب المغربي كاسماء، ولكن لسه في اسماء اقوى ما تم استدعائهم او ايضا موجودين بالدكة. مثلا المغرب حاليا بحاجة للاعب وسط مثل حريمات، افضل لاعب في بطولة كاس افريقيا المحليين، افضل لاعب بالدوري المغربي، افضل لاعب في كاس العرب، ما تم استدعائه. ليش؟ بعد هذا الانتصار المنتخب المغربي بيتخطى المنتخب الكرواتي وبيحتل المركز العاشر كافضل 10 منتخب بالعالم حاليا. بنفس الليله المغرب يمتعنا كرويا في ارضيه الملعب وبيمتعنا بلوحه فنيه رائعه قدمها في افتتاح كاس افريقيا. فوز مهم وعلامات استفهام للمغرب في افتتاح كاس الأمم 2025 بعد حفل افتتاح بسيط وأنيق جدا تحت زخات المطر. ضربة جزاء ضائعة من رحيمي في بداية المباراة صعبت الموقف شوية ودخلت جزر القمر في المباراة. إصابة عضلية قد تكون متوقعة جدا لرومان سايس. هدف مبكر في الشوط الثاني من إبراهيم دياز يحرر المغرب لاعبين وجمهور. الهدف جه في لحظة كان بيتكلم فيها عصام الشوالي عن المباريات الافتتاحية اللي واجه فيها أصحاب الأرض صعوبات، ومنهم مباراة مصر ضد السنغال في افتتاح كاس الأمم 86 واللي فازت بيها السنغال. رغم كده مصر فازت باللقب في النهاية. الكعبي وهدف العادة بتكنيك ولا أروع، خطوتين لورا في كسر من الثانية والكرة في الهواء، تموقع أفضل ثم ارتقاء برشاقة شديدة وتنفيذ قوي ومحكم جدا. هدف غاية في الروعة أمام أكثر من 60,000 متفرج كانوا في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. صحيفة المنتخب المغربية عنونت ثنائية الأسود تطيح بجزر القمر في افتتاحية الكان. لكن المباراة بشكل عام طرحت سؤالين. الأول حول قدرة المغرب على التعامل مع التكتلات الدفاعية أو الفرق اللي بتلعب بدفاع منخفض جدا. ثانيا في قدرة الفريق على مواجهة التحولات الهجومية للمنافسين. لكن طبعا هي مباراة واحدة واتلعبت في ظروف معينة، افتتاح وتحت مطر شديد، وبالتالي لا يقاس عليها 100%. ويمكن لما نشوف المغرب ضد مالي تحديدا يكون الرؤية أحسن، خصوصا ان في لعيبة ما كانتش في أفضل أحوالها زي أوناحي. إجمالا ضربة بداية ناجحة جدا في بطولة يطارد فيها المغرب هدفين. الأول هو تنظيم مثالي لأنه عارف ان العالم كله بيتفرج عليه قبل استضافته لمونديال 2030 مع اسبانيا والبرتغال. الهدف الثاني مطاردة اللقب الغائب منذ نصف قرن تقريبا. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم من أفضل لاعب في مباراة المغرب وجزر القمر، واهم ملاحظاتكم على اداء اسود الاطلس. ايه ده جماعه؟ هو ايه ده يا ابني؟ احنا لسه في اول البطوله يا ابني، ده الماتش الافتتاحي لسه. ايه يا جدعان ده يا ابني؟ ده انت لسه الماتش اللي فات المنتخب الثاني اللي هو المنتخب الاحتياطي المفروض مسجل جون بوشكاشاوي، جاي النهارده في افتتاح البطوله تجيب لي جون كريستيانو؟ يا جدعان الهبل اللي بيحصل ده يا ابني، احنا لسه بنسخن، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يخرب بيتك. تاني كده معلش، تاني كده. ايوه يا نهار ابيض، ده قلب دبل كيك وهو بيجري يا جدعان، وهو بيجري لف جسمه وعمل ده لو محمد شريف عملها عندنا هيجيله ضربه وهيتقتل. ايه يا جدعان ده احنا لسه ده اللي حصل الشوط الاول ما يقولش ان يحصل كده خالص. ضربه جزاء ما ضايعينها واللعيبه اتصاب مهم جدا في المغرب. منتخب المغرب بيفوز على منتخب جزر القمر في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2-0 عزيزي. أو سيب المباراة كلها وهدف الكعب ده بالنسبة لي يا لهوي يا جماعة مش ممكن. منتخب المغرب مع السكتاوي في كأس العرب في نهائي، وسام ادالك واحدة بوشكاش في النهائي، ودلوقتي أيوب الكعبي بيديلك واحدة بوشكاش برضه في بداية وافتتاحية كأس الأمم الأفريقية. اللعيبة المغاربة كلهم مستعدين للبوشكاش القادم بقوة يا عزيزي. شوف أنا عندي كلام كتير الصراحة، البعض ممكن يختلف في رأيي، أكيد طبعا لازم يكون في اختلاف في الرأي. طبعا نتكلم عن الافتتاحيه في مقطع اخر، كانت احتفاليه جميله جدا. طبعا في البدايه هارد لك لجزر القمر، فريق منظم جدا ومتوقعتش ابدا ان يكون بالشكل ده في ظل ما المنتخب المغرب بيلعب الافتتاحيه. يعني اللعيبه كلها نازله جعانه كوره، المدرب نازل يكسب، لازم افتتاحيه، وعلى ملعبي وسط الحضور ده كله لازم اكسب في مباراه زي دي. لكن حقيقه هارد لك لجزر القمر، الفريق المنظم اللي كان غير متوقع ابدا انه يقدم الاداء ده. مش بس كده، كمان خلق خطوره كتير الشوط الثاني. الكره اللي شالها بونو دي مش ممكن، يعني ده هدف 100%. فريق منظم رغم فرق الامكانيات، في هارد لك ليهم. اما بالنسبه للرجراجي يعني انا عندي كلام كتير والله. سؤال واحد هيجاوب لي على كل الاسئله التانية: ليه ايوب الكعبي ما بداش المباراه في ظل ما انت بتلعب على العرضيات من الطرفين؟ انت عندك مهاجم افضل من ايوب الكعبي كمحطه ومهاجم بوكس، يعني ما عندكش. ممكن نصيري، مع ان انا بشوف ايوب الكعبي حاليا فورمه غير طبيعيه يعني. واديك شفت يعني الفورمه 10 دقايق دبل كيك، يعني ما اعرفش عملها ازاي، كانت صعبه جدا لانه ما كانش وضع ثبات، وكان وضع في وشه في المرمى فجاه لف مش فاهم ازاي عمل. فهو ايوب الكعبي ليه ما بداش اساسي طالما بتلعب على الارضيات؟ والنقطه الثانيه يعني سفيان مرابط، يعني
نتكلم على السلبيات. افرح، فوز 2-0 تمام، لسه بتتعود على الريتم، لسه بتبدا البطوله، ولكن خلي بالك من القادم. كامكانيات منتخب مالي وزامبيا عندهم امكانيات اعلى بكتير. نصير مزراوي ممكن تهدى بس على الراجل شويه، انت ما عندكش غيره فسيبه في حاله عشان مش وقت اصابات. يعني العناد اللي شفناه في الشوط الاول يقول لك خلي بالك من الحظ في البطوله، اصابه سايس وضربه الجزاء اللي ضايعه عدت على خير المره دي. مبروك لاهل المغرب، فوز مهم جدا. رسميا بدأ مشوار أسود الأطلس نحو لقب كأس إفريقيا بالانتصار على جزر القمر بنتيجة 2-0 في المباراة الافتتاحية. الشوط الأول كان معقد، ولكن في الشوط الثاني حلال العقد إبراهيم دياز استطاع أن يسجل الهدف الأول ليمهد الانتصار للأسود. بعدها أيوب الكعبي بهدف عالمي وخرافي سجل هدف تعزيز النتيجة 2-0 عن استحقاق وعن جدارة. الأسود يزأرون ويرسلون رسالة واضحة للجميع أن اللقب لن يغادر أراضيهم. ألف مبروك لجمهور المغرب، وهارد لك لجمهور جزر القمر. اكتبوا لي بالتعليقات من هو أفضل لاعب في المباراة، ولا تنسوني من الفولو واللايك والدعم. تحياتي لكم. منتخب المغرب ينتصر على جزر القمر بهدفين مقابل لا شيء. أول شيء 1000 مليون مبروك للجماهير المغربية. ثاني شيء جزر القمر ما شاء الله لعبوا بشكل جيد، دافعوا طبعا مع عناصر جيدة ولاعبين كويسين، وبإذن الله يتأهل من هذه المجموعة برفقة منتخب المغرب. طبعا هذه أول مباراة في كأس أفريقيا، والمباريات القادمة والأيام القادمة ستكون شعلة من نار، مباريات قوية. وغدا بإذن الله نشاهد منتخب مصر، وبإذن الله نتائج إيجابية للمنتخبات العربية. وإلى اللقاء.